بقى ما يتقال في البلاد شنقول. والدري هو مضروب ومراه مناشطين داخل. وراه دخلنا صيفطنا الدري عيط له من الداخل، الدري مضروب. قلت لك يضربوا لي دبر راسه. كنتي معاهم انت؟ مشيت على اللي قال خليه يدبر راسه. في واقعة أثارت موجة من الاستياء والغضب وسط الساكنة، تفجرت فضيحة بمستوصف صحي قروي بجماعة إغودا التابع لإقليم اليوسفية، بعدما تم تداول معطيات تفيد بتحويل فضاءة المؤسسة الصحية إلى أجواء احتفالية شبيهة بعرس بالشيخات، في وقت كان فيه طفل يعاني من إصابة بالغة ينتظر تدخلا طبيا مستعجلا. ووفق الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شقيق الطفل المصاب الذي نقل شقيقه إلى المستوصف قصد تلقي الإسعافات الأولية، غير أنهم فوجئوا بعدم وجود أي تجاوب مع حالته الصحية، بل ورفض تقديم العلاجات الضرورية له، بما في ذلك خياطة الجروح التي كان يعاني منها. وأكدت الأسرة أن المسؤول الذي خاطبهم بالمؤسسة الصحية أجابهم بحسب تصريحاتهم بعبارة سير ديما عندما نديروا ليه، وهو ما خلف صدمة كبيرة لدى ذويه الذين كانوا ينتظرون تدخلا طبيا عاجلا لإنقاذ الطفل من مضاعفات إصابته. وأمام هذا الوضع اضطرت العائلة للاستعانة بسيارة إسعاف تابعة للجماعة، حيث تم نقل الطفل إلى مؤسسة صحية أخرى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. الحادثة أعادت إلى الواجهة أسئلة حارقة حول واقع الخدمات الصحية بالمناطق القروية، ومدى احترام المؤسسات الصحية لواجبها الإنساني والقانوني في استقبال الحالة المستعجلة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. وتطالب فعالية محلية وساكنة المنطقة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات في حالة ثبوت صحة الاتهامات المتداولة، خاصة أن الأمر يتعلق بطفل كان في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية المستعجلة. وتبقى هذه المعطيات مستندة إلى رواية أسرة الطفل في انتظار توضيح رسمي من إدارة المؤسسة الصحية والجهات المختصة بشأن ملابسات الواقعة. شوفوا الدري هذا راه خويا راه ضرب، جبناه للسبيطار يداووه، دخلنا عيطنا عليهم، قال لك يضربوا له دبر راسه سير ردوه للسبيطار. شنو هو هذا السبيطار ولا قاعد حافي عليه شي؟ خليه نخلوه مضروب. الناس ناشطة مضروب هنايا. ما يتقال في البلاد شنقول. والدري هو مضروب ومراه مناشطين داخل. وراه دخلنا صيفطنا الدري عيط له من الداخل، الدري مضروب. قلت لك يضربوا لي دبر راسه. كنتي معاهم انت؟ مشيت على اللي قال خليه يدبر راسه.